طبعا معانا النجم كابتن محمد بركات، وعايزين يقول لك مستر مانويل جوزيه النهارده كلمه، يقول له ايه؟ بنقول له كل سنة وانت طيب، وان شاء الله كده دايما معانا. لان احنا خلاص يعني احنا اتعودنا على مستر مانويل، ووجوده معانا يعني بيحسسنا بالامان، ودايما بيدينا الثقة في نفسنا. وان شاء الله طبعا. مش عاجبك الكلام؟ مش عاجبك؟ وجوده معانا بيدينا الثقة في نفسنا، وحققنا مع بعض بطولات كتير. فالراجل بقى خلاص بقى حاجة أساسية في النادي الأهلي، وإحنا نتمنى وجوده معانا على طول. وربنا كده يجعلنا كده إن شاء الله نخرج من مصر لمصر بإذن الله. طب انا عايز اقول لك، انت حاسس ان مستر مانويل بركات، حاسس ان مستر مانويل كان ليه دور كبير معاك ولا؟ والله لا، هو مش معانا لوحده، هو مع الناس كلها. يعني هو بصراحة دايما بيقف جنب اللعيب، واذا كان في اي حاجه حتى ان شاء الله بره الملعب، يعني لو عنده دايما مشاكل او كده دايما بيبقى حريص ان هو يبقى موجود جوه المشكله ويحاول ان هو يحلها له. دايما مهتم باللعيبه من جوه داخليا يعني. ولو حس ان الثقه هربانه من حد في وقت من الاوقات بيقف جنبه لحد ما يرجع له ثقته في نفسه. وطبعا يعني هو اكيد يعني اوقات بيبقى عصبي، انما طبعا يعني العصبيه ديت يعني المسات اكيد احنا اللي بنسبب له العصبيه دهيت. اكيد احنا برضو لو ماشيين برضو يعني زي ما هو عايز اكيد مش هتعصب يعني. بس طبعا انت عارف احنا ما ينفعش يعني، كمان لله وحده يعني. زي ما بقول لك يعني احنا بنحاول ان احنا نجتهد وربنا يسهل يعني ان شاء الله. النهارده طبعا بيحتفلوا بعيد ميلاد مستر مانويل، وكان مهم جدا نسمع كلمه من كابتن احمد حسن لمستر مانويل النهارده. لا طبعا بقول له كل سنه وهو طيب وعيد سعيد، ويجعل ايامه كده كلها دايما فرحه وكده. واحنا هنا يمكن كلنا احتفلنا بيه زي ما انت شفت وكده، وعملنا له حاجه كويسه، ودي اقل حاجه نقدر نعملها له، لان راجل يعني ادى للنادي كتير وفرح جمهور النادي الاهلي. فالنهارده واجب ان احنا نقول له كل سنه وانت طيب في وسطنا، وهنا يعتبر في وسط اهله وفي وسط اخواته كلهم. هو طبعا اول ما دخل كان مبسوط، احنا عملنا له مفاجاه طبعا. فما دخل هو كان عيد ميلاده المفروض بكره، بس عشان عندنا ماتش. بس برضه الكابتن احمد هي لفته كويسه طبعا من لعيبه النادي الاهلي. وبرضه عايزين نعرف تكلمنا عن دوره برضه الانساني مع الفرقه. يعني هو مش مدرب بس، هو مهم جدا ان انت تعرف الناس دوره الانساني مع الفرقه. لا طبعا اكيد. يمكن هو طبعا يمكن النهارده زي ما انت بتقول ان دي حاجه تسعده، ان هو يمكن مش عايز اقول ان هو غريب عن مصر وكده، ولكن هو هنا في وسط اهله وفي وسط جمهوره وفي وسط الناس اللي بتحبه كلها. اما طبعا عن الدور يمكن راجل طبعا يمكن على قد ما ناس كتير بتقول ان في خلاف وفي خلافات وكده، انما هو لا بالعكس، راجل يمكن مع كل اللعيبه بيحب كل اللعيبه. ولكن دايما انت عارف يا شادي، دايما يعني اللي ما بيلعبش بيبقى شويه متضايق، يقول ان المدرب ممكن في مشكله بينه وبينه. لكن الراجل طبعا بيتعامل مع الكل سواسيه. ويمكن انا قلت قبل كده ناس كتير يمكن بتقول ان في خلاف بيني وبين مستر مانويل، بالعكس يمكن انا بقول ان لو في اختلاف في وجهات النظر، انما في النهايه العلاقه الحب والاحترام متبادل بيننا احنا الاثنين. ويمكن انت بتشوف ويمكن هو راجل بيتعامل معايا ازاي. فبالعكس يمكن هو مع كل لعيبه بيحب كل لعيبه جدا جدا جدا، حتى اللعيبه اللي بتمشي من النادي الاهلي وبتيجي هنا. يمكن انا ما كنتش موجود قبل كده، ولكن في لعيبه بتيجي بتسلم على اللعيبه، بتعالج، بالعكس بيقعد معاهم وبيبقى العلاقه طيبه. اللعيبه بتيجي تسلم عليه لان هم عارفين ان راجل كويس.